بلادنا الجزائر معروفة بأطباقها التقليدية اللي ديما نحبو نرافقوها بخبز اللي يكون مخدوم في الدار، إما كسرة خبز الدار ولا مطلوع اللي راح يرافق البكبوكة تاع اليوم. بزاف يخافوا منه، بصح كاين سر واحد، لأن الوصفة تاع جدودنا يعني ما فيهاش حل وربط. السر الواحد هو يكون عندك سميد من نوعية ممتازة، وماما بشهادة الجميع غير هي اللي تعرف لها وما تخيبكمش. إما نحط حوالي 800 غرام سميد ماما الرقيق، نزيد له حوالي 3 مغارف زيت، مغرفة كبيرة تاع الخميرة وواحدة سكر والسانوج. نبلل كلش بالماء حتى يشرب لي مليح بلا ما نعجلو، وراح نحطوه في كيس غذائي يكون مبلل بالماء، نغلق عليه ونخليه ساعة. راح نلقاه اخمر وطلق لي كامل العلك تاعو. نعم سيداتي، ما راحش تعجني اطلاقا. زدت له حوالي كاس تاع الماء، بقيت غير ندبز فيه، يعني ما عجنتوش كامل حتى نلحقت لهاد القوام. خدالي يا ربي 3 دقائق، خليته تخمر 30 دقيقة وقرصت خبيزاتي. خرجوا لي 3 متوسطين، كل وحده نرمدها في سميد رطب ونخليها 5 دقائق فوق البابي كويسون باش نفتحها على سمك رقيق. راح يتنفخ كي يرتاح وزيد يتنفخ في الطاجين. نخليه يخمر 30 دقيقة، نسخن مليح الطاجين تاعي. المطلوع لازم تبقاو عند راسو. نتوما حطيتوا المطلوعه تاعكم وراح طيب لكم تمتم، اما ما تغفلوش ماشي كيما الكسره. وبيان سور حمروا له الحواشي كيما كانوا زمان يديروا. مطلوعي قدمته مع بكبوكه بالدرسه الله الله اللي فيها راس تاع الثوم، فلفل دريس، كرويه ضروريه، فلفل كحل والعكري، هذا ما كان. ونقليها مع الدواره اللي كنت غسلت ونقيت بالطبع. نحط الحميصه ونمرق بشويه ما، نخلي الطيب ونحط القرعه، نجمرها في الطاجين ورشه مليحه تاع المعدنوس والتغميسه الواعره بالمطلوع. جات الله الله على قانيها واقفه في دامها. ادوت غسات. سلام.